ما كنتش عايز اجازف ان انا افتح مشروع واخسر، ما كنتش عارف حتى استثمر في ايه. ايه بقى الحاجه اللي انت سمعتها من عميل او العلامه كده اللي ربنا بعتها لك عن طريق عميل حسستك ان انتوا على الطريق الصح؟ الاستاذ خالد يعني قال لي جمله عمري ما انساها، قال لي استاذ محمد انا حياتي اتغيرت. فانا حتى ساعتها قلت له طب خير، يعني دي حاجه اكيد انا اسعد بيها، واكيد كلام انا اتغيرت احب لايه؟ اسمعه. للاحسن ولا بالظبط. وحبيت اعرف منه بقى، قلت له طب استاذ خالد يعني ايه اللي اتغير في حياتك من شراك هنا في المشروع؟ احنا طبعا شركائنا في مشروع حدائق سفنكس المحترمين جدا. فقلت له طب انت ايه اللي اتغير؟ قال لي انا من بعد التقاعد فكنت بفكر في عمل، ولكن انا كان عملي بالخارج، كنت مسافر بره. فلما رجعت بأزمة ناس كتير مظبوط. فقال لي طبعا ما كنتش لاقي نفسي في حاجه هنا، ما كنتش عايز اجازف ان انا افتح مشروع واخسر، ما كنتش عارف حتى استثمر في ايه. فانا من خلال نصيحتك وان انا اشتريت ارض هنا في المشروع، وابتديت ان انا انتج منه محاصيل، وابتديت ان انا اعمل مناحل عسل واربي مثلا مواشي. وان انا الموضوع بالنسبه لي اولا بقى اسلوب حياه بالنسبه لعيلتي، ان هم بقوا موجودين معايا كل اسبوع بشكل شبه يومي. بالظبط كده. ممكن يعني كل يومين يكونوا موجودين عنده. هو واخد مساحه قد ايه يا استاذ محمد؟ هو استاذ خالد واخد 2 فدان. ما شاء الله، عامل فيهم نماذج كتيره جدا. يعتبر معظم النماذج اللي ممكن تعمل في ارض زراعيه الحمد لله احنا منفذينها له في مزرعته. الشركه اللي منفذينها؟ احنا بنقدم الاداره طبعا على حسب رغبه العميل. هو كان طموحاته يعني كانت زياده شويه، والحمد لله احنا ساعدناه فيها. يعني انتوا عملتوا له، يعني هو عامل مناحل؟ هو دلوقتي عامل مناحل في المزرعه بتاعته. يعني اداره البرنامج ليها عسل يا استاذ خالد. اكيد ان شاء الله. عامل مناحل ربنا يا رب يبارك له فيها يا رب. يا رب. زارع علف، لان هو عامل مشروع تسمين كده جوه مزرعته. ما شاء الله.